في البداية أنا القصة اللي هنقلها دي من مذكرات عمرها 59 سنة، يعني من 1956. أنا أحمد، 20 سنة. المذكرات دي بتاعت جدي عزيز الهواري الله يرحمه. بعد ما مات كانوا بينضفوا الأوضة بتاعته، بيخرجوا الحاجات منها. شفت صندوق وهما بيخرجوه على حاجة، شكله عجبني الصراحة، غريب كده. خدت الصندوق ودخلت أوضة تانية. الصندوق كان مقفول بقفل قديم، يعني كان سهل إن أكسره، وفعلا كسرته. فتحت الصندوق لقيت فيه أوراق كتيرة، شكلها قديم وأصفر، أوراق متقطعة، وفي أوراق منها يكاد يكون محروق. المهم يعني إن اللي لفت نظري إنها مترقمة، 1 2 وهكذا. مكتوب على أول ورقة حياتي بتاريخ 1956. قفلت الصندوق وخدته معايا البيت، طبعا وانا مخبيه محدش شافه. وصلت البيت، دخلت اوضتي وبدأت اطالع الورق. واضح ان الورق ده فيه قصة حياة جدي الله يرحمه. ممكن نقول مذكرات، بلاش قصة حياته دي. خليني بقى احكي لكم. في بداية الورق: السلام عليكم، انا اسمي عزيز الهواري، 23 سنة، من اسكندرية. كنت شغال مع عالم آثار إنجليزي، مساعد ليه يعني. كنا على طول بنسافر من الصعيد للقاهرة. آخر سفرية لينا كانت في أسوان، عملية تنقيب عن مقبرة فرعونية في إحدى قرى أسوان. قعدنا 3 أيام في الحفر. كنا عاملين زي مخيم صغير كده، وكل العمال نايمين. وفي ساعة متأخرة وأنا نايم كنت سامع أصوات ناس كتير. قعدت أبص حواليا، ما لقيتش حاجة. الناس كلها نايمة. نورت فانوس وقمت من مكاني، وكنت سامع صوت بيقرب. صوت صوت ناس بتتعذب تقريبا. بس أنا كنت حاسس إن الصوت جاي من الحفرة اللي بنحفرها عشان التنقيب. أيوة، من المقبرة. كنت كل ما أقرب من الحفرة الصوت بيزيد. قربت الفانوس من الحفرة، كنت حاسس بسخونية شديدة طالعة من الحفرة. نزلت الحفرة، الأرض كانت طرية جدا، تقريبا المقبرة اللي بندور عليها على وشك الظهور، بس لسه بكرة بقى. لكن لا، الأرض خدتني ووقعت. نزلت تحت في مكان ضلمة، تقريبا هي دي المقبرة. المكان مكتوم، ريحته لا تطاق، وشكله مخيف جدا. ضلمة. بصيت ناحية اليمين، لقيت غرفة صغيرة كده. قبل ما اتحرك من مكاني افتكرت كلام الراجل اللي شغال معانا، ان اي خطوة في المقابر دي بالذات لازم تكون بحساب، لان المكان بيبقى كله والعياذ بالله. اتحركت بالراحة ودخلت الأوضة الصغيرة. لقيت تمثال محطوط على ايده كتاب لونه اسود، وجنبه تابوت، بس التابوت مش شكله فرعوني زي ما احنا متعودين، لا ده شكله معمول على هيئة عظم. بس انا اللي كان لافت نظري اكتر الكتاب الحقيقة يعني. قلت طب بدل ما الراجل اللي انا شغال معاه ده ياخد الكتاب، ماخده انا. وفعلا خدت الكتاب وخبيته. في اليوم التاني العمال صحيت وانا صحيت معاهم، طبعا لقوا المقبرة ظهرت وكانوا مستغربين جدا. عالم الآثار نزل، فضل يتفقد المكان وبص على التمثال اللي كان محطوط على ايده الكتاب، وقال المقبرة دي اتسرقت، كان في كتاب هنا. بس هو بص على التابوت وجات له زي صدمة، كأنه مش مصدق. فضل يقول الأسطورة حقيقية، الأسطورة حقيقية. أنا ما كنتش فاهم حاجة، ولا الناس فاهمة طبعا. فضل يبص حواليه ويقول الكتاب، الكتاب، الكتاب راح فين؟ الكتاب طبعا معاه، ومش هديله الكتاب. على قد ما كان فرحان انه لقى التابوت ده، على قد ما كان زعلان ان الكتاب مفقود. وبعد يوم رجعت على اسكندرية تاني ومعايا الكتاب. فتحت الكتاب لقيت مكتوب فيه لغة غريبة. مش هي لا لا لا، هي مش هيروغليفية. مش عارف هي ايه. طب اعمل ايه؟ هقرا الكتاب ازاي يعني؟ وبعدين الكتاب شكله مهم. فضلت افكر لحد ما قررت اني اروح لابو واحد صاحبي، هو كان مدرس تاريخ،
أكيد هيعرف. وفعلا خدت ميعاد مع أبو صاحبي كان اسمه عدلي، وريته الكتاب، انبهر بشكل الكتاب الحقيقة. فتح الكتاب لكن معرفش يقرأ الكلام. قال لي بص يا عزيز يا ابني، أنا هاخدك عند خواجة يوناني اسمه ماركوس، لأن الكتابة دي شكلها يونانية قديمة، هو ليه في الحاجات دي. فعلا خدني عند الخواجة ماركوس، كان عنده حوالي 60 سنة. فضل مذهول بالكتاب وقال لي أنا مستعد أديك أي حاجة بس سيب لي الكتاب ده. قلت له بس أنا عايز أترجمه. قال لي موافق، هترجمه لك وهحكي لك قصته. أنت معاك كنز لو بعته يجيب لك دهب. قلت له طب ترجم الكتاب طيب. قال لي في البداية كان في أسطورة في التاريخ اليوناني بتقول إن كان في قرية بجانب قرية اسمها أركاديا في اليونان. القرية دي كان اسمها ميدوسيا، كانت تعتبر منطقة السهرة، ومن كتر أعمال السهرة في الجن والتحكم فيهم انقلب الجن عليهم وحرق القرية بأكملها. أما بعض السحرة فهربوا، وكان من ضمنهم ساحر اسمه أندريوس. هربوا للجبل وسيطر جيوش الجن على القرية كلها، وأي حد بيدخل القرية دي كان يا إما بيختفي يا إما بيموت. كان قائد جيوش الجان بيسمى عزلون. كانت القرية عبارة عن قرية أموات. وبعد سنين كتير جمع أندريوس 1000 ساحر من أنحاء اليونان والبلاد الأخرى، ونزلوا على القرية وانتصروا على الجان اللي اسمه عزلون. وفي رواية تانية بتقول إن أندروس ده حبس عزلون تحت الأرض وأيده ب100 سلسلة مسحورة. وكتب أندريوس كتاب اسمه ال1000 ساحر ودفنه جنبه، واتدفن في مصر. لما العصر البطلمي جه أندريوس معاه ومات هنا، واختفى الكتاب معاه. قلت له والكتاب ده فيه ايه؟ قال لي الكتاب ده بيتحكم في جيوش من الجان، وفي نصوص كمان بتحرر ملك الجان عزلون. الكتاب اتسمى باسم كتاب ال1000 ساحر. الكتاب مش هيفيدك بحاجة، هات الكتاب. انا بعد اللي سمعته ده لا يمكن افرط في الكتاب طبعا. قلت لخواجة طب انا هجيب لك الكتاب بكرة، لاني بصراحة هاخد رأي اهلي. قال وانا مستنيك يا عزيز، وزي ما وعدتك هديك اي مبلغ انت عايزه. انا كنت كل ده بعشمه اني هرجع له الكتاب تاني. رجعت على البيت وفضلت ادور على الحروف اليونانية القديمة واسأل ناس وعلماء ومدرسين، وبعد اسبوع جبت كل الحروف ورقة مترجمة كده عشان اترجم بيها الكتاب. بس انا ما بعرفش اتكلم يوناني قديم اصلا، بس مش مشكلة. انا كل اللي عايزه اترجم الكتاب للعربي بس كده. فتحت الكتاب، مكتوب في الأول على حسب الحروف اليونانية أندريوس وال1000 ساحر قد حبسوا عزلون وجنوده، ولكن بعض منهم لم نستطع حبسهم. إذا فتحتم كتابي وقرأتم كلامي وتلوتم نصوصي انجذب إليكم جنود عزلون. يعني الكلام ده معناه إيه؟ حسيت وانا بقرا باني عايز انام. بدأت ادوخ وفعلا كنت بنام، لكن لاحظت ان لمبة الجاز اللي كنا حاطينها النار بتاعتها بتعلى وبتوطى، مع ان مفيش حد واقف جنبها ومفيش اي مصدر من مصادر الهواء. بصيت على الركن لقيت في جسم بيظهر تدريجيا لحد ما اكتمل، وفي وقت اكتماله النور طفى. ما بقيتش شايف حاجة، شرارة بس بتولع. لقيت حاجة رزعتني في السرير، وبصيت على ايدي لقيت كأن في حد بيكتفها، ولقيت رجلي كمان بتتكتف. وفجأة ظهر نور أزرق وطلع من ورا النور ده. ايه ده؟ ده حيوان ولا إنسان؟ حاجة كده كبيرة ما عندوش جلد زينا، عنده حاجة زي الفروة لونها اسود، وعلى صدره زي حديد، هي حاجة معدن، ووشه بارز منه الحضن. كان شكله مفزع، وكأن حاجة كاتمة على نفسي. مش عارف اتكلم، كل ما يبصلي عيني نزل دم. حاولت اقاوم اعمل اي حاجة غصب عني،
خبطت الكتاب برجلي، وقع على الأرض اتقفل. كل حاجة رجعت زي ما كانت. اللمبة ولعت تاني والكائن ده اختفى. الكتاب ده خطر. أيوة خطر. أنا المفروض أوديه للراجل، لكن هو لو خطر الراجل ده هيعوزه ليه؟ أكيد في حاجة مهمة، أكيد أنا اللي استعملته غلط. المهم في اليوم التاني كنت ناوي أروح لمدرس التاريخ عشان أعرف منه حاجات، لكن وأنا نازل سمعت صوت حد بيقول غارة غارة. أنا استخبيت وقفلت الشبابيك كالعادة. طبعا احنا كنا عاملين في بيتنا زي أوضة تحت الأرض عشان طائرات العدو لو ضربت بيتنا ما نتصفش. المهم جريت على تحت، استخبيت أنا وأهالي البيت في الأوضة دي لحد ما انتهت الغارة. بس أنا نسيت الكتاب فوق، لسه هطلع اخده. طلعت، لكن الصدمة بالنسبة لي اني ما لقيتش الكتاب. الكتاب اختفى. بقيت ادور عليه في البيت كله زي المجنون. الكتاب راح فين؟ كنت هتجنن. لقيت جاري بيقول لي انه شاف واحد خرج من شقتنا ومعاه كتاب شكله غريب قوي. سألته انت فاكر شكله؟ قال لي كان عجوز وشكله مش مصري. قلت له الخواجة ماركوس. الخواجة ماركوس هو اللي سرق الكتاب. انا اتعصبت وبقيت عامل زي المجنون، ورحت له خبطت على بابه، فتح لي ودخلني. قلت له انا عارف انك سرقت الكتاب. ضحك وقال لي زي ما انت سرقته، بعدين انا عارف انك عارف وهديك مبلغ كويس قوي يا عزيز، كمان هخليك المساعد بتاعي، واول ما اخلص هدفي من الكتاب هديهولك وتيجي تعيش معايا هنا. انا اضطريت اني اوافق عشان ارجع الكتاب تاني. الصراحة الخواجة اول ما خد الكتاب ما بقاش يخرج من اوضته خالص. كان عندي فضول اني اعرف ليه منعزل في اوضته، يا ترى بيعمل ايه بالكتاب؟ معرفش. عملت فنجان قهوة وكانت حجتي اني ادخلهوله. اول ما دخلت لقيت ورق كتير في الارض، اللي متقطع واللي مبهدل، وهو بيحاول يوصل لحاجة بس مش عارف هي ايه. بصيت في الورق لقيته كاتب كلام كتير، عربي وانجليزي ويوناني. المهم حطيت القهوة وسبته وخرجت، لان الخواجة بقى عامل زي المجنون بالظبط. الخواجة ما بقاش يخرج من اوضته الا في حالتين: يدخل يزعق ويصرخ في الحمام، يا اما في حالة القذف اللي بخرجه فيها بالقوة يعني، ده بعد ما يلم ورقه وياخد معاه الكتاب. خواجة ما بقاش بيسيب الكتاب ابدا. انا شكلي مش هعرف ارجع الكتاب ده تاني. وفي يوم كنت خارج اجيب شوية حاجات، قلت اسأله. خبطت مرة ما ردش، خبطت كمان مرة ما ردش. انا خفت يكون عمل في نفسه حاجة، ما هو اصلا بقى مجنون. فتحت الباب، صعقت من المنظر وما قدرتش اتحرك خطوة. شفت كائنات كتير قوي شبه الكائن اللي ظهر لي قبل كده، ملهمش جلد وعندهم فرو اسود وعلى صدرهم معدن او حديد وعظم، ووشهم بارز قوي وباين من وشهم انهم بيهمهموا بكلام مش مفهوم. انا مش فاهم ايه ده. ضحك وصريخ. الخواجة كان متكتف على السرير ومش قادر يتحرك ولا يحرك اي جزء من جسمه، مش قادر يعمل حاجة غير انه يرمش. انا بقيت واقف مصدوم من المنظر. سكتوا وجهوا نظرهم عليا. اترسمت على وشهم ساعتها ابتسامات شريرة جدا، ومرة واحدة بدأوا يضحكوا صوتهم مرعب، وشدوني فجأة جوه الأوضة. فضلوا يشيلوني ويهمدوني على الأرض لحد ما بقيتش حاسس بأي عظمة فيا، ولازم ألاقي الكتاب. الكتاب لما بيتقفل كل حاجة بترجع لطبيعتها. فضلت أدور بعيني على الكتاب في الأوضة، لقيته واقع جنب المكتب. لازم أوصله، لازم أقفله. وفعلا وقعت جنب المكتب وحاولت أقفل الكتاب، لكن ما كنتش قادر. قفلت الكتاب ورحت أشوف الخواجة عايش ولا ميت. آه الحمد لله طلع عايش. فوقته وحاولت أسعفه، لأننا كنا شبه الكور اللي الأطفال بتحدفها لبعض. شلته وحطيته على السرير، وسمعت صوت جاي من مكان الكتاب. الكتاب كأن في حاجة بتحاول تخرج منه. جريت على الكتاب عشان أقفله. الكتاب ده لو اتفتح هنموت المرة دي. رحت فضلت ماسكه جامد وبحاول بكل جهدي ان هو يفضل مقفول، لحد ما الحركة الغريبة اللي كانت فيه دي هديت خالص. سبت الكتاب
وكل حاجة رجعت طبيعية تاني. حاولت اني اكلم الخواجة وافهم منه ايه اللي حصل وايه الكائنات دي كلها وايه سبب ظهورها طيب، لكن الخواجة كالعادة يعني تجاهلني ومردش عليا، وقام قعد على المكتب تاني ومسك نفس الورق. سبته وخرجت وانا مش فاهم حاجة يعني، ولا فارق معايا ان افهم. انا من الاول اصلا وانا مش فاهم حاجة، جت على المرة دي. المهم خدت بعضي وخرجت اشم شوية هوا بره. قعدت في مكان كده وبحط ايدي في جيبي، طلعت ورقة انا كنت ناسيها تماما. دي الجزء الصغير اللي انا كنت ترجمته من اليوناني للعربي. كان مكتوب فيها: أندريوس والألف ساحر حبسوا عزلون وبعض من جنوده، لم نستطع حبسهم جميعا. إذا كنتم قد وجدتم كتابي وقرأتم نصوصي فقد جذبتم إليكم جنود عزلون. فضلت أفكر في معنى الكلام، ملهاش معنى تاني. ايه يعني الخواجة تعمق قوي كده في الكتاب عشان كده الكائنات دي ظهرت؟ معرفش. انا بقيت عايز افهم هنا كل حاجة، والكتاب ده ممكن يعمل ايه. انا لازم ارجع الكتاب ده، بس ازاي؟ ربنا يستر. انا بقيت مرعوب. انا رجعت على بيت الخواجة تاني اللي بقى نفسي اخرج منه النهاردة قبل بكرة. ساعات بسأل نفسي ايه اللي مخليني متمسك بالكتاب ده كده، ما سيبهوله واللي يحصل يحصل بقى. لكن مش عارف، كأني في حاجة ربطاني بالكتاب ده، الله أعلم. أنا حاسس إنه هيجيب معاه كوارث لا حصر لها، ربنا يستر. أنا رجعت نمت، صحيت على هزة أرضية جامدة. فكرته قصف تاني ولا حاجة. فضلت أحاول إن أخلي الخواجة يخرج معايا من أوضته، لكنه رفض وفضل قاعد مكانه. وأنا بزعقله وبقوله: أنت اتجننت، ده زلزال. لكن الزلزال اختفى مرة واحدة. خرجت. ده مش قصف ولا حاجة، كل حاجة طبيعية بره. طب ايه السبب ده؟ رحت خبطت على جار الخواجة، سألته إذا كان حصل زلزال ولا حاجة وبطمن عليه إنه كويس يعني. الراجل ضحك وقال لي: الزلزال إيه يا ابني، ادخل نام، ما كانش فيه أي حاجة أصلا. ما كانش فيه أي حاجة أصلا؟ إزاي يعني؟ السقف كان هيقع علينا. دخلت الشقة وأنا مش مستوعب حاجة يعني. إيه، بحلم ولا بيتهيألي ولا اتجننت ولا بشوف حاجات ملهاش علاقة بالواقع ولا إيه؟ بقيت زي الخواجة خلاص؟ مش عارف أي حاجة. الأيام بقت أسود من بعضها أصلا. أنا بقيت أخاف من كل حاجة، بقيت أشوف حاجات مش موجودة أصلا. بقيت حاسس إني متراقب منهم، وإني مش أنا وهو بس اللي عايشين في البيت لوحدنا. أنا تعبت، مش لاقي حل للورطة اللي أنا وقعت نفسي فيها دي. نفسي أعرف إيه اللي بيحصل لنا ده، وهينتهي إمتى وإزاي. بقيت أسمع صريخ الخواجة في أوضته وأدخله ألاقيه طبيعي جدا. إيه، اتجننت؟ طب يعني حياتي هترجع زي الأول قبل ما ألاقي الكتاب المشؤوم ده اللي قلب لي حياتي وبهدلها؟ يا ترى عالم الآثار كان هيعمل بيه إيه؟ والخواجة ليه بيقعد في أوضته بالساعات والأيام؟ إيه الهدف اللي عايز يحققه من الكتاب ده؟ حتى الخواجة ماركوس بقى شكله كأنه عنده 100 سنة. أوضته بقى الورق مغطيها من كل شبر، ورق متقطع، ورق محروق، ورق مرمي. يا ترى بيعمل ايه اللي يخلي حد يبقى بالشكل ده انا ما بقيتش اشوف اهلي. بس والله خايف اروح لهم، خايف يجرى لهم حاجة بسببي. قاعد بفكر وسط التفكير ده سمعت صوت الخواجة بيصرخ، ومش ده اللي قلقني لاني اتعودت على صيحه. بس النور قطع وهو لسه بيصرخ. ولعت لمبة الجاز ودخلت أوضة الخواجة. كان مرمي على الأرض، حطيته على السرير، لكن بدأت أسمع أصوات كتير، ضحك وصريخ بصوت عالي مزعج. أنا دي أسوأ وأصعب أيام حياتي. أنا تقريبا بقيت بخاف من خيالي. يا ترى إيه اللي هيحصل المرة دي؟ يا ترى وقطع تفكير الكائنات اللي بدأت تظهر تاني، وشالوني وبدأوا يرزعوني على الأرض تاني. ولقيت نفسي مش قادر أعمل أي حاجة ولا قادر أتحرك، مغلوب على أمري. بس المرة دي معرفتش أوصل للكتاب. ما هو زي ما بيقولوا مش كل مرة بتسلم الجرة. أنا شكلي هموت المرة دي. وفضلت زي اللعبة في إيدهم لحد ما بدأت أفقد الوعي تدريجيا. أنا مش قادر أقاوم. الدنيا بدأت
اسود ومش شايف حاجة خالص، لكني فقت على صوت ضحك الخواجة الهستيري. ما قدرتش اتحرك من الارض، حاولت لحد ما قدرت اقوم اقف على رجلي. الصورة لسه مشوشة، مش شايف اي حاجة وحاسس ان الارض بتلف بيا، لحد ما فتحت عيني وشفت كل حاجة بوضوح. الخواجة كان عامل زي المجنون، عمال يقطع في الورق ويرمي فيه ويشد في شعره. حاولت اهديه لكنه ما كنتش قادر اسند طولي اصلا. لقيته بيقول: انا فكرت اني هحل الالغاز دي، بعد كل ده معرفتش احل حاجة. استمر الوضع ده كتير والخواجة مش عارف يحل اي حاجة. وفي يوم رحت للخواجة، خبطت على بابه كتير، محدش بيفتح. طلع لي جاره وقال لي: يا ابني ده ساب البيت النهارده الصبح ومعاه شنطته. قلت له: نعم، ما تعرفش راح فين؟ قال لي: لا والله. رحت له عند المحل لقيته مقفول. سألت كل الناس عليه، محدش يعرف مكانه. يا نهار اسود، الكتاب ده خد الكتاب.